يرسل الكرة عالية للأمام، رأسية من تأتي ولدينا الفرصة داخل منطقة الجزاء، حال السقوط وحكم المباراة يشير إلى وجود ضربة جزاء. ضربة جزاء لمصلحة فريق نادي العين بعد عرقلة إسماعيل أحمد. شوف الكرة من ضربة ركنية وارتقاء من جانب فارس، وبعد ذلك يد تفريق الملعب، وبالتالي يصدر الآن حكما بضربة جزاء للعين، وياسر القحطاني في الطريق لهز شباك الشباب. هذا هو ياسر القحطاني. كنت أتابع ياسر القحطاني في آخر 5 سنوات، ما سجل في مرمى الشباب في الدوري السعودي، لكنه اليوم بزعيم الأندية الإماراتية يحاول ويسجل ويصل إلى التعديل. القحطاني لا يلعب إلا لأندية الزعامة، في المملكة يلعب للزعيم، وفي الإمارات يلعب للزعيم، وهو الآن يعادل للعين 1-1. ضربة جزاء استثمرت بطريقة صحيحة وسجلت بطريقة سليمة، وقد أعطى القحطاني التعادل للعين، هو من سجل ضربة جزاء ناجحة في مرمى الرفاع في المباراة الأولى، يعود ويسجل ضربة جزاء ناجحة.